سيد عبد الحفيظ يعلن عن مفاجأة في رحيل الأجانب في النادي الأهلي والتعاقد مع أجانب جدد في يناير. تعرف على ما سيحدث. أكد النادي الأهلي على أن عبد الحفيظ له رؤية في اللاعب الأجنبي، وهي طالما لن أستفيد منه في التشكيل الأساسي يبقى الأفضل رحيله والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر يكون قادر على اللعب أساسي. عبد الحفيظ قارن ما بين الأجانب الموجودين في نادي بيراميدز والأجانب في النادي الأهلي وتأثيرهم في بيراميدز والأهلي، وشاف إن بيراميدز عنده كل اللاعبين الأجانب موجودين في التشكيل الأساسي وكلهم شايلين الفرقة، ومن غيرهم بيراميدز هيخسر أكتر من 70% ولا 80% من قوته، خاصة الثلاثي أو الرباعي كمان، محمد الشيبي، فيستون مايلي، بلاتي توريه، ووليد الكارتي. فبالتالي عبد الحفيظ شايف انه طالما اللاعب الاجنبي اللي هيكون عندي في الاهلي مش قادر يلعب اساسي، يبقى الافضل ان احنا نبيعه في يناير ومكانه نجيب لاعب اجنبي يكون قادر على اللعب اساسي.